السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا طيبين وبخير إن شاء الله. النهاردة أكلمكم في موضوع مهم جدا. ممكن يكون الموضوع ده هو المفتاح الحقيقي للراحة والسكينة اللي كل واحد فينا بيدور عليها. طبعا كلنا عايزين نعيش في راحة، عايزين ننام واحنا مطمنين، نصحى كمان من نومنا نلاقي نفسنا مرتاحين، عايزين نلاقي حياتنا كده ماشية ببركة من غير ما نحس بأي هموم. الراحة دي يا جماعة مش هتيجي بكلام نظري وبس، لكن في 7 أسرار لو عشنا بيهم حياتنا هتتغير تماما. أول سر هو علاقتنا وصلاتنا بربنا سبحانه وتعالى. السر ده بقى أكبر سر في الدنيا. والله يا جماعة اللي ليه علاقة حقيقية مع ربنا بيحس سبحان الله كأنه عايش في جنة على الأرض. الصلاة مش مجرد فرض، دي لقاء مع ربنا. الذكر مش بس تسبيح، زي ده زي نسمة كده بترطب قلبك. لما تلاقي نفسك متضايق أو مهموم جرب تقعد كده لوحدك وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عارف هتحس بقلبك بيهدى بيسكن سبحان الله. تاني سر هو الرضا. الرضا بقى ده مش معناه انك ما تطلبش او ما تعيش، لا، الرضا معناه انك تعيش مبسوط باللي ربنا كتبه لك، اللي ربنا قسمه لك. اللي عنده شوية عيال بيشوفهم احسن حاجة في الدنيا، بيحس انه عنده كنز. اللي عنده صحة بيحس انه ملك. اللي عنده ستر من ربنا بيعيش في راحة. الرضا بقى بيخلي قلبك مش متعلق بأي حاجة ناقصة، بيخليك تعيش باللي ربنا اداهولك في ايدك وتتهنى بيه. تالت سر هو الاستغفار. الاستغفار يا جماعة ده مش مغفرة ذنوب بس، ده كمان تفريج للكروب، توسيع رزق. ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني مش بس راحة نفسية، ده كمان خير في الدنيا وفي الآخرة. رابع سر هو العفو عن الناس. شوفوا بقى الحمل اللي بتشيله من الزعل والكره اللي بيهلك القلب ده، لو قدرت تعفو عن اللي ظلمك او ضايقك انت والله اللي كسبان. تخيل كده انك نايم وقلبك مش شايل اي حاجة من حد، مش متضايق من حد، والله دي اكبر راحة. ربنا وعد اللي بيعفو ان اجره عليه، يعني جايزة من ربنا مباشرة. خامس سر هي الصدقة، حتى لو بجنيه، حتى لو برغيف عيش لأي حد محتاج، لو بابتسامة في وش حد. الصدقة دي بتمحي الذنوب وبتشيل البلاء سبحان الله، بتفتح لك كل أبواب الرزق. في ناس والله حياتها اتبدلت بسبب صدقات صغيرة جدا ما كانوش متخيلين أثرها ده. سادس سر يا جماعة هي صحبة الخير. الناس اللي حواليك يا إما يقربوك من ربنا سبحانه وتعالى يا إما يبعدوك. لو أصحابك بيذكروك بربنا هتلاقي قلبك دايما صاحي، لكن لو هم أصحاب سوء هتلاقي نفسك تايه. فاختار الصحبة اللي تعينك على طاعة ربنا، اللي تقويك مش تضعفك. سابع سر هي شكر النعم. لما تبص لنفسك كده وتلاقي حاجات ناقصة بص كمان للنعم اللي عندك عينين، عندك رجلين، صحة، أهل، ستر، عقل. كل دي نعم تستحق سجدة لربنا وشكر كبير. ربنا وعد لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الشكر مش بس بيخلي قلبك مرتاح، ده كمان بيزود لك الخير. شوفوا يا حبايبي ال7 أسرار دول مش مجرد كلام وبس بيتقال، دي خطوات عملية لو كل يوم حاولنا نعيش بيها حياتنا تبقى أبسط وأجمل بكتير. في الآخر حابة أقول لكم دعاء ليا وليكم. يا رب ارزقنا راحة البال وسكينة القلب. يا رب اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الراضين يا رب بقضائك المعترفين بنعمك. يا رب ارزقنا صحبة صالحة تعيننا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس ومن المتصدقين المخلصين. شكرا جدا لحسن استماعكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك علشان يعم الخير ولزيادة الأجر إن شاء الله. طبتم في نعم من الله وصحة وعافية. شكرا جدا على حسن استماعكم. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.